وسهلا أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج صواني خليجية نكتشف فيها نكهة جديدة وطبق جديد نضيفها حق سفراتنا اليومية. معاكم يوميا هالة عبيد تقدم لكم أطباق لذيذة وشهية. نختار لكم اليوم من الأطباق المطبخ الهندي بعنوان كاري السمك اللذيذ. أنا سميته اللذيذ لأنه بالفعل كاري لذيذ. على طول إن شاء الله لما تجربونه مرة واحدة ما بتهدونه، بتخلونه على طول على مائدة غداكم. واستعرض معاكم المقادير: 6 حلقات سمك نوع الكنعت، أي هبرة سمك، ممكن الفيليه، ممكن الهامور، ممكن أي سمك عندك فيه يعني سمين. عندي هني كوب مسحوق جوز الهند، هو برش جوز الهند، أنا بعد فرمته بالمفرمة على أساس أحصل على محلول أو مسحوق ناعم جدا. عندي 2 طماطم مقطعة قطع أو مكعبات صغيرة. عندي 2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة أو قطع صغيرة. 4 فلفل أخضر حار. 4 فصوص ثوم مدقوقة أو مقطعة قطع صغيرة. 4 ملاعق طعام كزبرة خضراء مفرومة. 8 أوراق من نبات الكاري، ورق الكاري أو نبات الكربيتيل. ملعقة طعام من حبيبات الكمون. عندي ملعقة طعام من حبيبات الخردل اللي هو الماستر سيدز. وعندي 2.5 كوب ماء. وعندي ملعقة شاي كركم. وعندي ملعقة شاي من الملح. ببتدي معاكم. أول شيء عندي السمك، أنا غسلته ومصفيته وغسلته نظيف، مجرد إني بضيف عليه شيء بسيط من الملح، رشة خفيفة بس من الملح بتخلي لي يعني مملح ونظيف وبتم مدة أطول لما أضيفه على الكاري اللي عندي. مجرد شيء بسيط وبخليه على جنب لما بيجي دوره. وابتدي هني عندي فتحت أنا الفرن، بس بزيد الحرارة وببتدي أضيف الزيت النباتي اللي دائما استخدمه، الكانولا لأنه صحي. مجرد رشة خفيفة. ممكن بعد استخدم السمنة، في المطبخ الهندي يستخدمون السمنة بكثرة. مجرد بس خلنا أزيد على الحرارة. مجرد بس يسخن عندي وابتدي شوي شوي أضيف المكونات اللي عندي. هنا عندي أنا مجرد إنه أبدأ هالمرحلة أضيف بس ورق النبات كربتي وأضيف حبيبات الخردل. باقي المكونات كلها بحطها في الخلاط الكهربائي عندي على اساس اكون لي صلصه مرن استخدمها بعدين في الكاري. الريحه طبعا معروف نبات الكاري، يعني ورق الكاري غني عن التعريف. مجرد ما تحطينه 80% الطبخه تتغير طعمها وريحتها، تحسين هي في المطبخ فعلا تطبخين قاعدين اكل هندي. بضيف الحين الماستر سيدز اللي هو حبيبات الخردل. وبسكر الجدر على اساس انه ما يطلع لي صوت عالي، يعني بقلل النار على بال ما الحين اسوي عندي الصلصه هي تكون جاهزه. على بال ما حبيبات الخردل مع ورق الكاري يجهزون عندي، ببتدي انا اخلط في الخلاط الكهربائي الخلطه اللي عندي هنا على اساس اكون لي معي طماطم وبصل وفلفل اخضر. بحط الطماطم في البدايه على اساس انه تنزل لي ماي ما يصعب عندي الخف بعدين. وبضيف نص كوب الماء عشان تسهل لي عملية الخلط. يتم عندي 2 كوب ماء بعدين حق
الكاري. ونزل جوز الهند، وهذه الصلصة بالفعل جدا لذيذة، فيها مكونات كثيرة وبهارات، فيها أعشاب، تصلح حق أي ناشف عندك، ممكن اللحم، ممكن الريان، ممكن الخضروات، أي ناشف عندك. هذا البصل والثوم والفلفل الحار، مثل ما قلت بسوي لي صلصة غليظة ولذيذة في نفس الوقت. والحين دور البهارات، هاي بستخدمها بعدين. مثل ما قلت ملعقة طعام حبيبات الكمون، مسحوق الكمون. أنا طحنت عندي في البيت جاهز. عندي ملعقة شاي فلفل أحمر، وعندي ملعقة شاي كركم، وعندي ملعقة شاي ملح. وانا قاعدة احط المقادير الحين ممكن تتصورون ايش قد الصلصة بتصير لذيذة، لان فيها بهارات وفيها يعني شغل. خلاص الحين بسكر على البلندر وبخليه يسوي لي هذا الشغل. صفينا على الصوص بس مجرد لذيذة واحتاجها الحين حق الكاري. بعلي النار الحين. مساء انا وطيتها على اساس ما بتحكي يعني ما يحتاج حبيبات الخردل مع الكربتين نار عالية، مجرد انه بس تتشوح شوي مع الدهن ونبي طعم الكاري. البهارات انا خلاص خلصت منها هني، بس مجرد دقيقة واحدة وبضيف خلطة الكاري اللي أنا سويتها مع كل المقادير اللي رويتكم من ساعة. بضيفها مجرد الحين ما يجهز عندي التمر الهندي. التمر الهندي مثل ما ذكرت في المقادير ربع كوب تمر هندي منقوع في كوب ماء، ذوبته طبعا. كلنا نعرف شلون نستخدم التمر الهندي. مجرد بتذوبينه مع ملعقة طعام وبعدين بتصفينه. طبعا الطعام اللي بيتم بتخلصين منه وانت تبين ماء التمر الهندي اللي كان منقوع فيه هو اللي يعني بيسوي لك الطعم. هني بعد بعلي النار بضيف هني الحين عندي شوي شوي بنزل الكاري اللي سويته انا هني. صار مثل ما انتم شايفين جهز، صار نفس البيوري مهروس.